هنتكلم اول حاجه عن ادويه سد الشهيه. ادويه سد الشهيه في منها نوعين، في حاجه اسمه الشيتوكان وحاجه اسمه يوبيكات. الشيتوكان ويوبيكات. الشيتوكان نمسك واحد واحد. الشيتوكان ناس كتير قوي سمعت عنه، من الحاجات اللي موجوده في السوق المصري بشكل كبير، ما بيقلش ما بينقص في الصيدليات، سعره الى حد ما شريطه تقريبا 22 23 جنيه، فسعره مناسب الى حد ما. طيب الشيتوكان بيشتغل على سد الشهيه ازاي؟ في عن طريق مادتين موجودين فيه. اول حاجه موجوده في الشيتوكان فيتامين سي، تاني حاجه ماده الشيتوزان اللي بتعمل على سد الشهيه واحساس المعده بالامتلاء. جرعته بتوصل ل3 كبسولات في اليوم قبل كل وجبه مع كوبايتين ميه. ده بالنسبه للشيتوكان. اما بالنسبه لليوبيكات وده من المفضلات عندي في العياده، اليوبيكات بيستخدم في شد الشهيه لان فيه ميزه حلوه جدا جدا. اولا في خلاصه اوراق الجنزبيل، في بودر الجنزبيل، وانتوا عارفين الجنزبيل بتعمل ايه في سد الشهيه وكمان بتعلي الحرق. انا اشتغلت على الاثنين، الجنزبيل واوراق خلاصه بودر الجنزبيل. تاني حاجه موجوده فيه خلاصه الجريب فروت. تالت حاجه ودي اهم حاجه موجوده فيه خلاصه الرده اللي كانت موجوده في دواء اسمه بران، اللي يفتكروا بس من النواصي الموجوده في السوق. طب الرده بتعمل ايه؟ الرده بتنفش في المعده بتحسسك ان انت شبعان، بس اهم حاجه تبقى شارب فيه ميه. يبقى من اهم المواد الموجوده في يوبيكات خلاصه الرده اللي بتعمل امتلاء في المعده عن طريق انها بتنفش لما بشرب ميه كتير. يبقى انا اقدر استخدمه لما احس ان انا مش قادر اعمل كنترول على نفسي في الشهيه، بس اهم حاجه اشرب ميه كتير جدا جدا بعده. جرعته بتكون قبل الفطار وقبل العشاء بنص ساعه مع كوبايتين ل3 ميه. دي ادويه سد الشهيه. زي اليوبيكات البايوكات من اقوى الادويه الموجوده في السوق واحسنها ومن مفضلاتي انا الشخصيه هنا برده في العياده. البايوكات بيعمل 3 حاجات مهمين جدا لسد الشهيه: يمنع تكوين دخول الدهون الجسم، ثالث حاجه بيحفز الخلايا الدهنيه انها تتخلص من الدهون اللي جواها. فهو انا مش محتاجه اكتر من 3 حاجات دول، ان انا اسد شهيتي، احرق الدهون، ثالث حاجه احفز الدهون انها تتخلص فانا كده بحرق الدهون، ثالث حاجه بيمنع الدهون انها تدخل جوه الخلايا الدهنيه وتتخلص منها اول باول. طيب جرعته ايه؟ بقدر اخد 3 كبسولات في اليوم قبل الاكل بربع ساعه. فمن احسن الادويه اللي موجوده برده في السوق هي البايوكات. نيجي لحبيب الملايين لسد الشهيه، البران. بس يا رب نلاقيه من الادويه اللي ممتازه، من الادويه اللي امان جدا، من الادويه اللي احنا يعني ما بنصدق نلاقيها في السوق، واللي يلاقيها بقول له خد الكميه كلها. البران عباره عن حبات رده، هاتي شويه رده وحطيهم في الميه هتلاقي كميتهم زادت. نفس القصه انا لما باخده واشرب معاه ميه كتير بتنفش في المعده، بتاخد حيز من المعده، فانا لو محطوط لي سيرفيس كامل هاخد نصه، فانا بالتالي هاخد نص بطن، فبالتالي مش محتاج اخد كميه كبيره من الاكل، فبالتالي وزني هيخس. احسن الادويه، امن الادويه